ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن كلب البريسا كاناريو. اولا، تاريخ النوع. بتنحدر سلالته من جزر الكناري التابعة لدولة اسبانيا، وبيرجع تاريخ السلالة لسنة 1900 تقريبا. ثانيا، شكل النوع. شكله مخيف وضخم، الوانه متعددة، تتراوح بين البني والبيج والمخطط، وكمان اسود. بيكون صدره عريض، وساعات ودانه بتكون مقصوصة، وبيكونش عالي اوي من على الارض. ارتفاع النوع بيتراوح من 56 ل66 سنتي، ووزنه بيتراوح من 40 ل65 كيلو جرام. ثالثا، استخدامات النوع. كأنه مازال بيستخدم ككلب حراسة من أفضل أنواع كلاب الحراسة في العالم. رابعا، سلوك النوع. كلب شرس جدا وعنيد، قوي جدا جسديا، شخصيته قوية ومسيطرة ومش سهل التدريب. خامسا، رأيي الشخصي. البريسا كلب غير اجتماعي، هيحتاج شخص صاحب شخصية قوية وقوة جسدية وعنده خبرة في التعامل مع الكلاب الشرسة والضخمة. كمان لا يفضل ان تربيه مع كلاب تانية الا اذا كان متعود عليهم من مرحلة الجراوي، وده بسبب شراسته الفطرية تجاه الكلاب التانية. شكرا للمشاهدة، وعجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. سلام.